السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفة. غادي نحتاجو فيه هاد المكونات. غادي نحتاجو هاد النبق. بعد ما كناخدوه كنطحنوه وكنغربلوه، كنطحنوه مزيان وكنغربلوه كيولي هاد البودرة هكا. النبق هو هذا. ملي كنشريوه كناخدوه كنمسحوه بشي منديل ولا شي اوراق المطبخ حتى كيتفتح مزيان. ملي كنمسحوه صافي كنطحنوه، والعظم ديالو ما كنوركوش على مونينيكس بزاف باش يطحن. هاد العظم كنخليو العظم هكا، كنهزو غير هاد الدقيق ديالو. دابا غادي نحتاج واحد الضراب الكهربائي. غادي نحتاج واحد الضراب الكهربائي. غادي نديرو فيه هاد النبق بهاد الطريقه. هاد الوصفه راه كتجي زوينه الفطور ولا الكوطي، وصفه طبيعيه وكتجي زوينه، كتعجب الكبير وتعجب الصغير، وغا يتناول فيه الناس. هذا النبق هكا عوض كتهزو كيشد الوقت باش تاكل. هذا بهذه الطريقه، هاد الطريقه ديالها ملي كتجي سهله، هذا كيشد شويه الوقت. وغادي نحتاجو هاد الزيت. هاد الزيت النباتيه بعد ما كنديرها فوق البوطه وكنقصوا ليها وكنحط فيه واحد الطرف ديال الخبز. ملي كتحمر ليا ديك الخبز كنحيدوه وكنخليها حتى كتبرد. هذه دابا راه بارده، وعاد كنستعملو لهاد الاملو، ولا كنستعملو ديك الزيت الزيتون اللي خفيفه باش تعطينا النكهه ديال هذا النبق. بسم الله. غادي نحتاجو هذا الزيت الزيتون على كميات ديال هذا المكونات. غنضيف ليه المعلقه ديال الجنجلان محمر شويه ومطحون مهرمش شويه هكا، وهذا والنافع وحبه الحلاوه مطحونين ومغربلين مزيان. هادو كنطحنوهم وكنغربلوهم مزيان. شويه د الملح وشويه د القرفه. وغادي نحتاج ليه 2 معالق ديال العسل. غادي نضيف ليه 2 معالق العسل، والعسل على حسب الذوق كل واحد. بسم الله. وكنضيف ليه هذا العسل، والعسل على حسب كل واحد. هنا ضفت ليه 2 معالق عامرين ديال العسل. واللي ما توفرت العسل يضيف 2 معالق ديال السكر حتى ل3. المهم السكر والعسل على حسب الذوق كل واحد. دابا غادي نطحنوه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما طحنا هذا عملو غادي نحتاج واحد القرعه هكا. هو راه كيجي هكا، كيجي بحال هاد الطريقه. اللي بغى يضيف الزيت مازال يضيفها، ولكن احسن يكون غير هكا. هو دابا هذا كيصلح للفطور، يصلح الكاسكروت ولا الكوتي. وصفه رائعه. اللي كيشوف اول مره الفيديو ما ينساش تشجيعاتكم الفيديو، وما تنساوش تعليقاتكم. واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، يضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. اموركم. دابا غادي نمشي للوصفه الثانيه. هي الوصفه ديال الثانيه هي غادي نحضروا فيه. غنحتاجو فيه هاد المكونات. غادي نحتاجو هنا 2 معالق ديال الجنجلان محمرين نقيين ومسحوحين ومحمرين غير شويه. شويه د القرفه وشويه د الملح والجنجلان مطحون والنافع وحبه الحلاوه. بسم الله. الوصفه الثانيه غادي نحتاجو هذا اللوز. كان نمسحوه
مزيان بشي منديل ولا شي ورق ديال الطبخ، كندخلوه للفران كيتحمر شويه، كيتحمص كل شويه هكا، كنحركوه حتى كيتحمص، كنخليوه حتى كيبرد، عاد كنطحنو. ما كنطحنوش مزيان، النص كيطحن مزيان النص لا، كيتهرمش شويه هكا. اظن راه واضح. غادي نحتاجو نفس الكاس، غادي نضيف ليه هاد الزيت، واحد الكميه ديال الزيت، تقريبا 2 كيسان ديال الزيت. وغادي نضيف ليه هذا اللوز، بسم الله. هي باقي فيها. المهم هذا اللي ما كيطحنش بزاف راه كيجي عاملو ديالو زوين، كتناولو وكتحس بهاد القرمشه ديال هاد اللوز. الوصفه حتى هي ديال الفطور ديال الكاسكروت، وصفه رائعه. وغادي نحتاجو هاد المكونات اللي ذكرت. ضفت ليه شويه د المسكه الحره، 3 المرصيات الصغار ديال المسكه الحره طحنتهم مع هاد اللوز، و7 القرنفلات طحنتهم مع اللوز. كيجي فيه الفوائد ديال القرنفل راه زوينين، فيه الفوائد كثيره، وحتى ديك المسكه الحره غير تكون مسكه حره تكون زوينه. نضيفهم لهاد المكونات. غادي نطحن هاد المكونات ان شاء الله. بسم الله. بعد ما طحنتو شويه غادي نضيف ليه 2 معالق ديال العسل، وعاد نرجعوه يطحن شويه، يتخلط كلشي. المهم يتخلط مزيان مع هاد المكونات. بسم الله على بركه الله. بعد ما خلطت هاد المكونات غادي نضيفهم في هاد القرعه. هادو راه كنغسلوهم مزيان، ملي كيتخوا كيتغسلوا وكنعقموهم وكنخليهم بحال هاد الحوايج وكنستعملوهم. كيجيو زوينين، فيه كيحتفظوا على اللي درتي فيه، كيحتفظوا. ها هو كيجي معقد شويه، واللي بغى يضيف الزيت يضيف، ولكن حسن تخليوه غير بحال هاد الطريقه. ها الوصفه الاولى اللي حضرنا. بسم الله. ها الوصفه الاولى كتجي بهذه الطريقه، راه كتجي اروع ما يكون. وها ديال اللوز، وكنحضروا به هذا الخبز هكا، راه كيجي عاقد شويه هكا بحال هذه الطريقه، وكندهنوا به الخبز الوليدات وكيفطروا به. راه وصفه طبيعيه ورائعه. اللي بغى يضيف شويه د الزيت مازال يضيفها، اللي بغى يخليه هكا يدهن راه كنخليوه بحال هذه الطريقه. ها هو راه كيجي زوين، وصفه طبيعيه. الوصفه ديال اليوم هي ديال الاملو. ما تنساوش تشجيعاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.